بانكيك دايت، والطعم شيء خرافي والقوام شيء واو، لازم تجربوه. كل اللي نحتاجه هو 50 غرام شوفان مطحون أو طحين شوفان من هاي النوعية، 30 غرام نشا، ولا تخاف النشا ما يسمن، 3 بياض بيض، لبن يوناني أو أي نوع لبن خالي الدسم راح نحتاج همين، وأكيد حتى تكون عالية بالبروتين راح نستعمل نوعية بروتين ايزو من شركة MBN أو أي شركة ثانية، ماكو مشكلة. هسه هاي المواد تكون جاهزة، نجيب أول شي طاسة نخلع بيها الشوفان، بعدها النشا، بعدها 5 غرام بيكنج باودر نسيت أقول لك، هسه سكوبين بروتين. هنا أنا جاي استعمل فراولة آيس كريم. هسه نضيف 3 بياض بيض، وبعدها نضيف خاشوقتين لبن يوناني. هسه نحرك لحد ما يعطينا القوام المطلوب. واذا وصلت لحد هنا لا تنسى اذكرك ان تسوي اشتراك بالقناه، اكيد حتى لسه ما مشترك سوي اشتراك وفعل الجرس، تمام؟ وبعدها نكمل. سويت له بعدك؟ اكيد بعدك سوي اشتراك. هسه عندنا اهم خطوه اللي هي نخلي الطاوه على نار وسط لحد ما تحمى شويه، ونضيف شويه زيت. هسه نشكل البانكيك مالتنا بالشكل اللي يعجبنا او بالحجم اللي يعجبنا، وبعدها ننتظر لحد ما يطلع شويه فقاعات، ونقلبه على الوجه الثاني، ونعيد الكميه وكل البانكيك راح يصير عندنا. واذا بعدك واصل لهنا ما مسوي اشتراك، ارجع اقول لك سوي اشتراك. وهاي تكون عندنا اخر قطعه. هيك يكون البانكيك جاهز. بس باوعي على القوام شي واو. طبعا الطعم بعد اضرب من هذا الشيء، يعني جربت قبل لا اسجل صوت، فطعم كان شي واو. على هالشكل الجميل هذا. هسه شنو نزينها، اما بعسل او مثلي انا حاجه حاليا اخليه كراميل، بس اذا مسوي دايت شيل الكراميل وخلي عسل حتى تكون سعراتها مو عاليه. وهيك يكون جاهز، وعلينا وعليكم بالعافيه.